بصراحة أنا لحد دلوقتي مش مصدق اللي حصل. عارف المثل اللي بيقول من اعتاد القلق ظن الطمأنينة فخ. ده بالظبط إحساسي دلوقتي. يعني إحنا كنا كسبانين بس جواك إحساس غريب كده. مستني الخازوق في أي لحظة. حاسس إن في حاجة هتحصل تقلب كل حاجة. قبل الماتش كنا بنقول ممكن نطلع بنتيجة إيجابية، التعادل هيبقى كويس، بس الماتش طمعك حسسك إنك ممكن تكسب عادي. ممكن تكسب واحد، ممكن تكسب اتنين. ويا سلام بقى لو نخلص الماتش من الذهاب. أو ده كان إحساسنا كلنا بعد الشوط الأول. بس الشوط التاني كان ليه رأي مختلف. الإنسان طماع جدا. إحنا بنتكلم عن فريق أول موسم بعد تغييرات كبيرة، لعيبة جديدة، لعيبة منفوخة مشيت، وجم مكانهم لعيبة ما نعرفش لسه عنهم حاجة. وصلنا نص نهائي، بنلعب على الدوري، بنلعب الذهاب في ملعب صعب جدا. فأنا مستني الخازوق، بس الحمد لله مفيش خازوق. وكسبنا الماتش وبناخد خطوة تقيلة ناحية نهائي الكونفدرالية. لو أول مرة تسمعني اعمل لايك وسبسكرايب والحاجات دي كلها. ملعب صعب وسط جماهير بلوزداد مع انتعاشة الزمالك مؤخرا. حابب أوضح انبهاري أولا بالملعب الجميل جدا ومن غير تراك اللي بيبعد الجمهور عن الملعب وعن الأجواء. فياريت في ماتش العودة يسمحوا لنا بالساعة الكاملة عشان نشوف أجواء أقوى. بادئين الماتش برتم هادي، عايزين نمتص حماس الفريق الجزائري، خصوصا الدعم الجماهيري بتاعهم. فلو دخل فيك جول في اول 15 دقيقه هنزعل جدا. فاول احمد ربيع الدقيقه 15، فاول ملوش اي لازمه وانذار، لو زودها شويه كان ممكن تبقى طرد. ساعات في فاولات معينه او في كرات معينه اللعيبه بتعملها ببقى متفهم هما ليه عملوا الفاول ده. بس فاولات زي دي ملهاش لازمه، هي بس بتخليك تلعب متنشن طول الماتش وخايف من الطرد. احنا عموما عملنا فاولات كتيره جدا، مع ان بلوزداد فريق مميز في الكرات الثابته، وده كان ممكن يزعلنا. تكنيك الحركة مع الشوطة بتاعة بيزيرا وأول خطورة للزمالك في الماتش. ومش فاهم حسام عبد المجيد كان بيحجز على إيه بالظبط. بيزيرا تفويتة ناصر منسي، هعتبرها تفويتة مقصودة. بس إحساس ناصر منسي بمكانه وتحركه، الحاجات دي بالفطرة صعب جدا أي حد يتعلمها. وتمريراته كانت ممتازة ودقيقة. جول خارج ملعبك اتس بيج ديل. عمر جابر بيخاف يحط رجله في الكورة وكانت ممكن تبقى خطيرة. اللي ما بحبوش فيه انه دايما بيخاف يجازف، خايف يغلط. فلا هو بيقلل اخطائه بشكل واضح، ولا هو بيعمل حاجة زيادة عن الطبيعي. اكتر لاعب مستواه متوسط انا شفته في حياتي. خلصنا الشوط الاول، الدنيا تمام مبسوطين جدا. نيجي بقى للشوط التاني. الشوط التاني كل حاجة اتغيرت. خرج بزيرة ونزل مكانه احمد شريف. انا لغايه دلوقتي انا ما اعرفش وانا بسجل الفيديو ده اذا كان بزيرة مصاب ولا لا. بس هو اكيد مصاب، لان مفيش حد طبيعي هيخرج بزيرة في توقيت زي ده، خصوصا انك محتاج المرتدات. مش هقول لك بقى ان احمد شريف مش كويس في المرتد او مش سريع، هو احمد شريف مش بيلعب كوره كويس اصلا. ولو مضطر تعمل تغيير كان الاولى تنزل بنتايج. اول حاجه هيساند دفاعيا مع فتوح ويديك مرتدات احسن من احمد شريف، تاني هيفيدك في التحولات. كنت بقول مش هنستحمل شوط كامل ضغط من شباب بلوزداد ولحد جت الكره في العرض. قلت خلاص دلوقتي تامر جمال هيبدا يفهم ان في حاجه غلط، فهيبدا يغير الموضوع ده. بس طبعا ده ما حصلش، فضل مضغوط علينا وبنستقبل لعب بس مش عارفين نطلع بالكوره من نص ملعبنا لحد ما جه جول بشباب بلوزداد اللي اتلغى. مهدي سليمان مع كامل احترامي ليه، راجل كبير ومحترم، حارس كويس، بس ما ينفعش يلعب اساسي في مرحله حاسمه زي دي. لازم تلعب باقل اخطاء ممكنه. الحمد لله ان الجون اتلغى، بس اللقطه دي خلتنا نفوق شويه ونعرف ان احنا عندنا مشاكل، لان غلطه زي دي هتكلفنا كتير قوي. احنا في مرحله الحسم دلوقتي. يعني انت صديت دي يا هاني والتانيه لا. اوكي يا جماعة، أحمد شريف مش جناح، حتى الاستلامات البسيطة مش عارف يعملها. لو يفضل دايما ناصر منسي هيبقى أحسن مهاجم في مصر في العالم لو يلعب بس السهل. أول مرة أشوف مدافع بيعمل سلايد تاكل بالحركة البطيئة. يا آدم يا حبيبي إحنا مضغوطين وعايزين مرتدة تساعدنا، ساعدنا أرجوك. تقييم سريع بقى للعيبة. المهدي سليمان ماتش كويس، بس لو الجول اتحسب كان هيغرقنا. فتوح عنده مشاكل في الخروج بالكورة وما كانش في أفضل حالاته. حسام عبد المجيد كنت مستني منه بالذات ماتش كبير، خصوصا ان اللعب كله كان على الكرات العرضية والكرات الثابتة. محمد اسماعيل لازم يبطل ثقة زيادة عشان هيودينا في داهية. عمر جابر، هم. احمد ربيع احتياطي ممتاز بس مش اساسي، بنلعبه عشان ما عندناش حد. محمد شحاتة واضح انه مش جاهز بدنيا. عبد الله السعيد ماتش بدني مش بتاعه. بزيرة نجم الماتش رغم انه لعب شوط واحد بس. عدي الدباغ بحبه كجناح، ماتش متوسط منه، ودفاعيا مش كانش احسن حاجة. ناصر منسي احسن مهاجم في مصر لما ما بيصعبهاش. احمد شريف مش جناح وده اخره. الحمد لله انك تكسب خارج ارضك، دي حاجة كويسة جدا، احسن ما كنا متوقعين. بغض النظر عن الشوط التاني اللي خلاني ابقى قلقان على الزمالك في ماتشات الدوري الجايه وماتش العوده كمان. المهم في ماتش العوده
ما نلعبش بنفس الطريقة، نحاول نسجل عشان جون واحد أكتر من توقعاتنا وكل حاجة، بس ما يطمنش. إن شاء الله أشوفكم الماتش الجاي. سلام.